عملتها بثلاث مراحل، والسر في التتبيله وشكلها الجميل. السمكه بقى اللي تخليك دايما شباب، يعني هتخليك برضه ملكه جمال العالم. السمكه وزنها عامل 3 كيلو وسعرها طبعا غالي، لازم تتعامل بحذر وبالطريقه ديت بالذات نركزوا شويه. وقبل ما نبدا في التفاصيل بقى وطريقه العمل، بص على شكل السمكيه كده والخياشيم عامله زي الفراوله، عينها لسه بتلمع وشكلها جميل، يعني السمكيه لسه طازه يا جماعه. تعالى اوريلكم بنفتحها ازاي. سكينه حاميه وبندخلها في ظهر السمكيه ونفتحها سنجال عشان نستمتع بقى باحلى واجمل منظر لحم سمك. وحتى لون السمكيه من الخارج لونها احمر واخد النقشه البيضاء، وهتلاقي الديل بتاعها عامل زي الهلال وفيه خط اصفر كده. اسمها جميل برضه، بيسموها سمكه الشريفه من اسماك البحر الاحمر، وبتحتل المركز الثالث بعد الناجل الحر والطراد. نلاقي الشريفه اللي هي دي. طيب بنشيل السلسله وما نرميهاش، هنغسلها ونقطعها ونقدر نعمل منها شويه شوربه حلوين كده. وهنشيل الخياشيم كده بالمقص، ونخلي بالنا الخياشيم بتاعتها جراحه حبتين او حاميه يعني. وبعد الشطف والغسيل يلا بينا كلنا نبدا بذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرحله الاولى بعد الغسيل على شبكه مقفوله بالشكل ده، هنديلها شويه زيت ونقفل عليها كويس وندخلها الفرن كده على نار متوسطه لما تاخد لون احمر حبتين. ولو شفتوا السمكيه ديت يا جماعه في اي مكان عايزين تشتروا منه سمك، تعرف ان السمكيه ديت اسمها الشريفه، وبتتعمل كالآتي: سنجاري بالطريقة دي، أو سنجاري بالخلطة والصوص، أو تتعمل مقلية أو زيت وليمون جزل في صينية بالبطاطس أو على الجريل. أول مرحلة دخلتها الفرن، شوية زيت فقط، خدت اللون ده كده. طيب المرحلة التانية لا محتاجة لايك جميل ومشاركة الفيديو. تتبيلة بقى: فلفل أصفر مع شوية مستردة وشوية كاري، وبعد كده بنحط شوية توم، ملح، كمون، كزبرة، بابريكا، سنة شطة اختياري، وبنظبط الملح بتاعنا وبنضرب التتبيلة في الخلاط. وباختصار لو عايزين أقل تكلفة، ملح، توم، كمون، ليمون. يبقى التتبيلة الأولى أنا حطيت عليها ليمون برضو كده بزيادة، وضربت كله في الخلاط وطلعت معايا التتبيلة صفرة. سقيتها تتبيلة بشكل كامل، ببدأ أشرحها كده وأزود سنة زيت وشوية ليمون وأقفل عليها. هنا بعصر ليمون أهو، ونقفل عليها الشباك ونخش بقى على المرحلة التالتة، ندخلها الفرن. يبقى المرحلة التالتة تتبيلة ونكمل سواها. لما التتبيلة ديت كده تاخد لون أحمر حلو زي كده، بص تعالى قرب، هو ده اللون المطلوب والسيلفر. أنا طبعا الجهة اللي بتاخد لون بزيادة بغطاها بالسيلفر عشان كله يطلع واخد لون زي بعضه. فوق ظهر الشواية كملت سواها مع شوية زيت تدخن، هتاخد ريحة الفحم. واتفرج بقى على جمال سمكة الشريفة اللي وزنها 3 كيلو. شوف طلعة عاملة ازاي، احلى واجمل لحم الله. يا سلام على الجمال، على الشريفة والناجل والطراد والحاجات الحلوة. شايفين حطيت سرفيز، قلبتها طلعت معايا على سرفيز تاني، واقلبها اخلي الظهر تحت والوش فوق. ونزين بقى الحكاية الحلوة ديت بشوية جرنش، شطة، برتقان، طماطم، ليمون، شبت وبقدونس وكزبرة، واديها رشة كده وادعيلي. بس محتاج من حضراتكم 3 ثواني لايك وتعليق وشير، وقولوا معايا كده تعالوا كده، بصوا قربوا، ها الله. يا سلام على الجمال. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.